أعزائي المتابعين، ID الإقامة وفيزا العمل سارية 2 في الإمارات. الحمد لله الفيزا جات لي لحد البيت من غير ما أدفع ولا جنيه. هقول لكم جات إزاي. السلام عليكم ورحمة الله، أنا مستر عريش محمود عمر، وكالعادة الفيديو ده طالع من دبي. هقول لكم إن شاء الله في فيديو قريب جدا إزاي جات لي الفيزا، وإيه إزاي جات لي الID بتاع الإقامة، وإيه الفرق بين الID بتاع الإقامة والفيزا في فيديو قريب. بس الفيديو دوت أنا عامله مخصوص سؤال وجواب. جات لي شوية كومنتس الفترة اللي فاتت، حوالي 10 أسئلة مهمين. أنا جاوبت على معظم الأسئلة دي في الكومنتات، بس حابب أطلع أوضح بشكل أفضل في فيديو إن شاء الله الكل يستفاد، وأكيد هتنفعكم قبل السفر سواء الإمارات أو أي حتة تانية. السؤال الأول كان عن الرواتب وكيفية إيجاد عمل وفيزا سياحة شهرين. النقطة الأولى في السؤال دوت بالنسبة للرواتب، السؤال بالنسبة لي مبهم علشان خاطر أنا مش عارف مجال حضرتك إيه، أنت بتشتغل في إيه، أنت مهندس، أنت دكتور. فبالنسبة للوظائف اللي هي العادية، الكافيتيريا، مطعم، فندق، الحاجات العادية ديت من 1800 درهم ل 2500 درهم. الشركات البسيطة، سنتر، ريسبشن، في يعني اللي هو مثلا موظف مكاتب أمنية، استقبال في سنتر كورسات، في مدرسة، حاجة زي كده. المرتبات دي بتبقى 2500 درهم، حاجة زي كده يعني. فبالنسبة انت كدكتور كحاجة زي كده، انت وضح لي ايه وظيفتك في الكومنت، وانا ان شاء الله هحاول اسأل، علشان خاطر انت لو دخلت على جوجل وكتبت مرتبات مثلا دكتور، طيار، مهندس على جوجل، هيجيب لك رقم، بس حقيقي الرقم ده مش هو الصح. هو بيجيب لك رينج ممكن يطلع صح، بس في اغلب الاوقات هو غلط. وانا متأكد من الكلام ده 100%، عشان خاطر انا دورت واتخدعت. بالنسبة لكيفية إيجاد عمل برضو بتفرق من مجال لمجال، بس هو النصيحة اللي أنا أقدر أقول عليها: دور أونلاين أكتر من إنك تنزل تدور على رجليك. اشتغل على الاتنين، انزل وروح وقدم الCV بتاعك في شركات أو في فنادق أو في المؤسسة اللي انت المجال اللي انت بتشتغل فيه أيا كان ايه هو. بس ادي 70% من الطريقة اللي انت بتدور بيها على الشغل من الانترنت. دور على الانترنت، مش هقول لك لينكد ان وانديد، ادخل على شركة معينة، اعرف اسم شركة معينة وادخل عليها. كمثال مثلا هنقول فندق اسمه موفنبيك. هتدخل على موفنبيك، هتكتب كارير موفنبيك، هيجيب لك لوحده هو تبع شركة ايه او هو مستقل بذاته. لو هو مستقل بذاته هيجيب لك الموقع بتاع الفندق، وهتدخل هتشوف الكارير اللي هي الوظائف المتاحة في الفندق دوت، او هيديك الشركة اللي هي أكور، الشركة الأم اللي هي بتدير الفنادق دي كلها، أو سلسلة الفندق دوت من سلسلة الفنادق بتاعتها. السؤال اللي بعد كده: فيزا سياحة سنتين، شهرين، سوري. أنا جيت الإمارات بفيزا سياحة شهرين، واشتغلت في أول شهر، في أول 15 يوم كمان. مش بدأت شغل، بس أول 15 يوم أنا عملت انترفيو وقبلت، وكنت مستني بس التوقيع بتاع عقد العمل بتاعي. السؤال التاني: خبرة. في حد كان قال لي ان هو عنده خبرة في المشتريات والمخازن. مجالك مطلوب في كل الدنيا، مش في الامارات بس. كل حاجة، كل مؤسسة وكل شركة وكل منتج بيتقدم لمستهلك ليه مخزن. اقل حاجة لو حد عنده سوبر ماركت بيكون عنده مخزن. فانا مش بكلمك مثلا على سوبر ماركت بالعربي بالمصري كشك، لا، ماركت، كارفور، حاجات كبيرة. طبعا الامارات كلها مولات، فمحتاجين ناس تشتغل في المخازن وناس تدير المخازن دي. ومش في الماركتات بس، ده كل الشركات. انت شركة تغليف، شركة تعبئة، شركة شحن، فندق. الفنادق مليانة مخازن للأغذية والمشروبات، للصيانة. فمجالك مطلوب في كل الدنيا. السؤال اللي بعد كده كان في ناس بعتالي ان اخوها لايف جارد، اللي هو المنقذ، اللي هو منقذ
في البحر أو حمام السباحة، ده بيبقى أغلب في المناطق الترفيهية، المؤسسات الترفيهية زي الفنادق والشواطئ الخاصة، وموجود في الشواطئ العامة يعني في الدول المحترمة. موجود عندنا في مصر طبعا، بس هو أصلا ما بيعرفش يعوم. فخلينا في شغل الفنادق. هو محتاج شهادة. الشهادة ديت بتطلع من الإمارات، هنا بتكلف حوالي 1500 درهم. بس مش ما حدش ياخد كلامي دوت، أو المس اللي بعتتلي السؤال ده متاخديش كلامي دوت إن هو جاد 100% إن هو لازم يشتغل بالشهادة دي. لأ، أنا سألت، عشان كده اتأخرت في الرد. سألت حد زميلي في الفندق، هو من أعتقد أوغندا. قال لي إن هو جه بشهادة من بلده وما عندوش أي شهادة من الإمارات، والفندق بعد شهر طلع له الشهادة ديت على حساب الفندق. فإن شاء الله ممكن يجي من غير شهادة، يجي بس بشهاداته اللي كان شغال بيها في مصر. هو شغال في شرم في الغردقة، يجي بالشهادات ديت ويشتغل إن شاء الله. السؤال اللي بعد كده، حد قال لي الشيفات ليهم شغل في الإمارات أو دبي. مفيش إنسان ما بياكلش ويشرب. الشيفات بيشتغل في كل الدنيا يا حبيب قلبي، وتعالى لو معاك خبرة أو مش معاك خبرة، يعني خبرتك قليلة قصدي، هتشتغل. المؤهلات، بالنسبة للمؤهلات، في حد قال لي برضو المؤهلات لو معاك بكالوريوس فرصتك كويسة. أنا واحد من الناس جاتلي الفرصة الحمد لله إن أنا أخد بكالوريوس. أنا مش عشان طيار، أنا جاتلي الفرصة فاتعلمت. ففي ناس برضو يعني ما جاتلهاش الفرصة، بس معاهم مثلا دبلوم أو في مرحلة الثانوية العامة، يعني المرحلة اللي بعد الإعدادية، هتلاقي شغل طبيعي جدا، هتلاقي شغل، ما تقلقش من حاجة إن شاء الله يعني. بالنسبة للإعدادية أنا صراحة ما عنديش فكرة، فمش هفتي في الموضوع. السكن، في حد سؤال مخصص عن السكن، حد قال لي السكن مقدم ولا بتدفع في آخر الشهر؟ السكن مقدم في كل الدنيا يا حبيب قلبي. بالنسبة لسؤالك، أنا أعتقد إن أنت كان قصدك أنا لو سبت السكن في نص الشهر مثلا مش هيرجع لي الباقي. يعني أنا مثلا لقيت شغل بعد أسبوع بعد ما دفعت الشهر، فأنا المفروض أخد حوالي 1000 درهم. 1000 درهم دول مش شوية. قال لي لأ، يعني كله قال لي لأ، بس الراجل اللي أنا كنت معاه راجل محترم صراحة، بس برضه ما رجعليش كل الفلوس. قال لي لو جه حد يأجر أنا هديك فلوسك تاني، ولو ما جاش حد يأجر مش هديك فلوسك. بس جه حد في آخر 4 أيام واداني 200 درهم، فكتر خيره يعني، راجل محترم. بس ما أعتقدش تلاقي حد يعني يعمل معاك كده. السؤال اللي بعد كده، ينفع أخد دولارات من البنك؟ ينفع، بس قبل الطيران ب48 ساعة ماكسيمم. وهيدوك 200 دولار بس يا حبيبي، مش هيدوك أكتر من كده. وهيكتبوا لك، هياخدوا منك الباسبور، بتروح علشان خاطر سوري لازم أوضح دوت، عشان خاطر ما تروحش وتلاقي نفسك لبست في حيطة. تاخد معاك تذكرة الطيران ذهابا وإيابا وعودة. تاخد معاك تذكرة الطيران اللي انت هتسافر بيها وهترجع بيها، والباسبور بتاعك، وهيكتب لك في الباسبور في آخر صفحة تم تدبير عملة من بنك الأهلي مثلا 200 دولار. فانت تاخد الباسبور بتاعك وتروح CIB تقول لهم أنا عايز 200 دولار تاني، هيقولك لأ. دي يعني معلومة. ينفع أبدل الجنيه بالدرهم؟ حبيب قلبي ينفع تبدل الجنيه بالدرهم، بس السعر هيبقى غالي. يعني انا مثلا الدرهم كان ب13 جنيه في البنك، انا بدلت من صرافة اسمها الانصاري الدرهم ب25 جنيه زي السوق السودا كده. بس دلوقتي الوضع اختلف عشان خاطر التعويم، فهتلاقي السعر معقول يعني، مش ضارب خالص. السؤال اللي بقى سوري، ينفع تبدل بطريقة تانية؟ تشوف حد مصري هنا موجود في الامارات، تاخد منه درهم وتبعت له فودافون كاش في مصر او على حساب البنك في مصر. في جروبات كتير بتعمل الكلام ده. السؤال اللي بعد كده، مطلوب خبرة للعمل في الفنادق؟ طبعا مطلوب خبرة، بس ينفع تشتغل من غير خبرة. بس الشخص اللي عنده خبرة فرصته أعلى من فرصتك، فرصته أحسن. أنا لو حد صاحب عمل هجيب حد عنده خبرة أشغله، علشان خاطر ما يتعبنيش وما ياخدش مني جهد كتير في التعليم. بس الناس اللي ما عندهاش خبرة هتلاقي شغل. يعني انت شغل الفنادق ده مش شغل مثلا ايه،
يعني هتتعلمه في 100 سنة، عايز له دراسة 100 سنة. لا، أنا خريج بكالوريوس سياحة، وفي ناس خريجة بكالوريوس زراعة وأفضل مني في المجال. يعني شهادة تتقال، يعني أنا مش بقول مثلا، مش بقلل من الناس بتوع بكالوريوس الزراعة أو دارسين الزراعة، لا. أنا ده مجاله حاجة تانية خالص بعيدة عن مجالي. وأنا اشتغلت مع زميل ليا ربنا يمسيه بالخير دلوقتي في مصر، هو بكالوريوس زراعة وهو أفضل مني في المجال، وأنا خريج بكالوريوس سياحة، وقبل بكالوريوس سياحة درست 5 سنين دبلوم سياحة، فملهاش علاقة بالمجال. في سؤال تاني كان حد بيقولي أنا سوبرفايزر في بافلو برجر، هلاقي شغل في الإمارات؟ هتلاقي شغل في الإمارات، في براندات كتير في الإمارات، في بافلو برجر في الإمارات، في هارت أتاك في الإمارات، في KFC في الإمارات، في ماكدونالدز في الإمارات. فهتلاقي شغل، هتلاقي شغل، وفي براندات مش معروفة، وفي حاجات مطاعم عادية. انت المجال بتاعك مش في بافل برجر، انت عندك خبرة في المطاعم، خبرة في الضيافة وفي الهوسبيتاليتي، فانت هتلاقي شغل ان شاء الله. مش لازم تروح تقول لهم انا عايز اشتغل في بافل برجر، او ممكن تقول لهم عادي يعني. اسئلتنا خلصت ان شاء الله. الايام الجايه في فيديوهات كتير. اعذروني بقى، انا ما صورتش حاجه خلال رمضان، كان صعب عليا ان انا بشتغل يعتبر بالليل، والوقت اللي انا فاضي فيه بالنهار بخلص الشغل تعبان، ومش هطلع بقى قبل المغرب اصور واسيب الفطار واسيب الدنيا دي. فاعذروني ان شاء الله في ايام، الايام الجايه ديت هصور لكم كتير. النهارده بصور بس من السكن بتاع الشغل، اول يوم اجازه بعد رمضان، اللي هو بقى ريلاكسنج في البيت، بريح شوية، وهعمل لكم فيديوهات ان شاء الله قريب. السلوجان بتاعنا اللي هو طبعا قلنا مش هنستغنى عنه، وهيبقى السلوجان بتاعنا العمر كله ان شاء الله: العريش تسلم وتعيش.